بعد تكرار الحوادث على الأطفال من اعتداء وانتهاك وهتك أعراض سواء من أطفال زيهم أو ناس كبيرة زي الحوادث اللي حصلت مؤخرا في المدارس، طبعا الناس أصبحت خايفة على أطفالها ومش عارفين الشخص الأمين اللي هيحمي طفلهم من الشخص اللي ممكن يأذيه. لذلك هقول لك على بعض العلامات والمواصفات اللي لو شفتها في شخص، مش هقول لك اعتبره مجرم، لكن اعتبره مؤشر خطر يخليك تركز معاه وتعرف وما تسيبش طفلك معاه لفترات طويلة. علم الإجرام بيقول إن في مؤشرات شكلية وجسدية وسلوكية ممكن تكشف فيها إن الشخص ده عنده قابلية للعنف أو السلوك الإجرامي. أولا في مواصفات شكلية وجسدية، هتلاقي علامات لآثار جروح في الجسم أو الوش نتيجة مشاجرات أو سلوك عدواني متكرر كان في الماضي، وهتلاقي عيون شاردة وغير ثابتة بسبب توتر داخلي أو اضطراب سلوكي. تضخم في العضلات بشكل مبالغ فيه خصوصا مع تاريخ سلوكي عدواني قديم، وهنا طبعا مش المقصود بها ان التضخم ان ناتج عن الرياضة، ولكن تضخم طبيعي بسبب الإحساس العدواني الداخلي. كمان هتشوف ملامح قاسية مع تعبيرات غضب وتهديد متكرر، وهتلاقي وشه دايما مقفول ونادرا لما هتشوفه بيضحك أو بيبتسم، وهتلاحظ غالبا إهمال النظافة والمظهر الخارجي. ثانيا مؤشرات نفسية وسلوكية، زي ايه؟ زي اندفاع وعصبية سريعة وغياب التحكم في الذات وعدم احترام الحدود، هتلاقيه دايما بيقرب منك بزيادة، بيدخل مساحتك الشخصية. ده غير لغة الجسد الهجومية، هتلاقي كتاف للأمام، قبضة إيد مقفولة، بيبص لك مباشرة ومستمر في النظر ببجاحة، وده بهدف السيطرة. ده غير الكذب السهل والسريع بدون مبرر، وانعدام التعاطف، هتلاقيه بيتكلم عن مواقف مؤذية دايما بمنتهى البرود، وعنده سلوك تمثيلي قوي بيظهر الهدوء لكن عينيه غير مستقرة، وتهديد دايما متغلف، بمعنى هتلاقيه بيقولك كلام مبطن يخليك تحس بالخطر بدون ما يقول مباشرة. ثالثا في مؤشرات اجتماعية، علاقات متقطعة محدش بيستحمل يتعامل معاه لفترات طويلة، تاريخ من المشاكل في الشغل أو الدراسة بسبب سلوكه العدواني، واختلاط دايم بأصحاب سوابق أو دوائر خطرة. كمان هتلاقيه تعظيم النفس المبالغ فيه، شايف نفسه دايما فوق الجميع، باختصار شخص نرجسي. وفي النهاية مفيش ولا مؤشر من دول لوحده يثبت ان الشخص ده مجرم، لكن لما تتجمع المؤشرات او بعضها لازم تخلي بالك، ودي مجرد علامات خطر تساعدك انك تفهم اللي قدامك. فقبل ما تثق بص كويس، وقبل ما تقرب اقرا لغة الجسد، وقبل ما تتعامل حلل السلوك، وده لحمايتك انت واطفالك.